السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة، هنعمل كنافة بالكريمة، هتعجبكم جدا ان شاء الله. بس يا ريت قبل ما ندخل كده على الفيديو نحط اللايك ونشترك في القناة لو لسه ما اشتركناش. تمام. عندي هنا نص كيلو كنافة، وعندي نص كيلو لبن، وانا مسيحة سمنة على النار، ومعايا نشا. تمام. اللبن لسه ساقع. انا حطيت حوالي 3 معالق كبار نشا، وهقلبه ده كله على البارد. تمام. تمام كده انا حطيت النشا على النار، اللبن بالنشا على النار لحد ما تقل شويه. ومعايا هنا الصينيه حطيت فيها شويه سمنه. تمام. هجيب بقى كنافه، هحاول افرفطها كده بايدي واحطها في الصينيه اول طبقه. تمام. اديني باخد حته حته وبحطها كده ايه في الصينيه. تمام. هفرفطها بقى كلها. ادي ده اول طبقة، هحط بقى عليها شوية سمنة. طبعا الكنافة بتحب السمنة يعني. تمام كده. خلاص. انا كده بقى بعمل المهلبية او الكريمة اهو. انا ما تقلتهاش قوي بصراحة، انا عملتها كده بالسمك ده. هبتدي بقى احطها على اول طبقة من الكنافة. احط الكمية كلها. تمام. هي لسه سخنة طبعا. تمام كده. خلاص انا حطيت الكمية كلها اللي معايا. هبتدي بقى افرفت الطبقة التانية من الكنافة. هي الصينية بتاخد نص كيلو كنافة. تمام. انا قسمته طبعا على جزئين، الجزء اللي تحت ده وبعدين حطيت طبقة الكريمة، وده الجزء التاني. تمام. هحط بقى بقية النص كيلو معايا. تمام. هنا انا حطيت بقية النص كيلو. طبعا اول طبقة من تحت انا دوست عليها بايدي كده جامد او بصينية تانية اصغر. الجزء ده انا ما بدوس طبعا عليه، بالراحة كده بايدي خالص عشان الكريمة. وهحط بقى على الوش طبقة السمنة التانية. هكون طبعا مسخنة الفرن، هدخلها لحد ما تستوي بقى وتاخد اللون الحلو وبعدين هطلعها. تمام كده. جربوها والله ان شاء الله هتعجبكم جدا. تمام. هنا انا خلصتها وكنت عامله صينيه تانية ساده ما فيهاش اي حاجه خالص. عندي جزء كده ما بيحبش اي حشوه. دي ساده ما فيهاش حاجه خالص. جربيها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.